مرحبا، كيفكم؟ ورجعنا لكم فيديو جديد. بس فيديو اليوم هيكون اليوم السادس من رمضان. اليوم الروتين هيكون مختلف عن كل الايام اللي فاتوا. هنطلع انا وباسم هنفطر برا. تعالوا اورجيكم باسم شو بيعمل. هاي كيف حالك؟ الحمد لله. جاهز؟ اخباركم يا جماعه؟ كيف حالكم؟ جاهز انت ومصاريك؟ دينا مصره إلها كم يوم بدنا نطلع من اول يوم في رمضان. بصراحه يعني الجدوى لازم نروح يعني، لانه ضايل شويه شغلات بدها تجيب مثلا بيجامه وشغلات يعني بعد الولاده. ضايل تجهيزات يعني بدها اياها، شويه اشياء، شويه اساسيات، جرابات، بلاطين، بلايز. ما حنروح اليوم حنشوف ايش بدها تشتري مع بعض يعني، حنتورط مع بعض. هاخدكم معايا. فبهاي المناسبة يا جماعة مضطرين انه احنا نروح نعدينا ونجهز مضطرين؟ ونجيب. وهيك يعني في طريقنا كمان يعني بمناسبة تانية برضه حنضطر نفطر برا، بما انه يعني حنطلع حنتأخر اكيد برا يعني، مش حنروح بدري لانه قاعدين نستنى اذان العصر عشان نصلي العصر وبعدها نطلع. على فكرة هيؤذن بأذن العصر، عمال لسه بدي أذن هيو. فبدنا نلبس، دينا لبس جهزت حالها، انا بدي البس هيني هلقيتها وصل العصر وراح نتحرك مع بعض. راح نروح على السوق، مش عارف دينا ايش بدها تجيب. طبعا ملابس البيبي اصلا موجوده وجاهزه يعني، فدينا بدي اتصوركم عليهم فيديو، واحتمال كبير اصور لكم اياه اساسا يعني ونخليها جنب، لانه قاعدين نصور لكم في رمضان واكلات رمضان وهيك. لقيتها اللي بده يصير بدي اقوم البس وعشان نتحرك مع بعض على السوق وبعدها على المطعم. بس جهز التطويق تبعك يا غالي. اوكي يا جماعه خليكم معنا. طبعا انا ما احكي لكم ما اوصف لكم عن فرحتي. اليوم احلى يوم عندي في رمضان، عشان الاكل جاهز اول اشي، وثاني اشي رايحه اتسوق فقرتي المفضله في الحياه. على فكره انا من كتر ما متحمسه للطلعه صار لي تقريبا نص ساعه جاهزه وبستنى في باسم. قبل ما عملت الفيديو نشرت لكم الفيديو، جهزت اموري ولبست. هجيت يعني بدنا نطلع نفطر احنا برا. على فكره حاسس اني اقسم بالله بتضحك علي، طالعين نفطر بس احنا مش طالعين نتسوق ولا طالعين نعمل شيء، لانه مش داير حاجه. لا نتسوق على فكره، انت اللي بتاخر فينا. ما هو يلا ماشي توكلنا على الله. يلا. طب بالنسبه للشوربه هذه حرام، بالنسبه للكفته اللي ضلت امبارح لا بس نروح نتعشى تعشى فيهم عشاء؟ عن جد؟ والله ان شاء الله. ماشي اوكي. على فكره دينا بتحكي لي انه انا مصحان. مصحان باين باسم علي. مصحان. فبدي اعمل دايت يعني ان شاء الله، بخفف اكل، لانه بصراحه يصير ياكل الوضع معلقه مأساوي. شوكولاته واحده على السحور مش تنتين. لا طلعت سحر، لا والله خلص جد طلعت سحر. المهم يلا خلينا نلبس جماعه الشوز في رجلنا ونتحرك، عشان فيش وقت كثير لانه مش ضايل وقت بين المغرب والعصر كثير. تمام. المشكله بتعرفوا شو سبب نصيحه باسم؟ انا باكل وبنام، ودينا بتشجعني على الاكل برضه. انا السبب فعليا، انا السبب. دينا بتشجعني على الاكل لانه كل شويه حرفيا بحط سفره اكل وبقعد اكل، بالذات في رمضان يعني. ولو بتحبش تاكل لحالها الله ما لازم انا اكل معها لازم يعني. تاكل معي. عشان ما نضيع وقت كثير، اول حاجه رح نعملها رح نطلع على السوق. اذا قدرنا نصور يا جماعه في السوق او في محلات او هيك حنصور، ما قدرناش حنصور لكم بس على الفطور، حنكمل مع بعض بس نروح. تمام تسهيل، لانه على هوا الاجواء في السوق وعلى هوا الزحمه وعلى هوا الناس. تمام فخليكم معنا. يلا عدي ولدت وانا بستنى فيك. يلا جوالك جوا يا حرام. دينا معاناتها مع لبس البوت، تقعد ربع ساعه تلبس في البوت. خلصنا هيك جاهزين بدنا نتحرك. بدنا نحاول ايش نروح نفطر في الدار ماشي، عشان السمبوسك حرام. عشان السمبوسك بس عشان السمبوسه حرام، عشان السمبوسك. على فكره بلفها في الليل وباكلها عادي. ماشي اوكي ولا يلا تزعل. يلا خلينا ناخذ جوالي ونتحرك. وصلت للمرحله اللي قاعده اطلع فيها على هاي الاشياء لهاني الشوبينج واسيب اشياءاتي. على السريع جيت على قسم الاطفال بسرعه. شوفوا الازكاهم، شوفوا هذا عندك يا امي شابه كتير حلوين. واو. كيف بدي اسيبهم واطلع هالقد؟ كيف بدي اسيبهم واطلع؟ الشتاء كول. هي بتيجي باخر الشتاء يعني مش هتلحق شتاء كتير. اشياء زي هيك. شوفوا هاي الاشياء كتير حلوين بتفوتين. يلا دينا ايش اللي شنطة العيد؟ شنطة العيد للبنية بتطلع. دينا بقول لك شنطة العيد. شوفوا هذه حلوة. سيبك من الشنط هذه المهبلة بالألوان المهبلة هذه. حتى عنصف أول احنا بنتنا كبيرة. جايبها كبيرة. هاي التكعات اللي بتدور عليها. ايوه بس كلهم نفس اللون. في الوان. هذول كلهم موجودين نفس اللون هنا. في الوان. قد حليت فستان العيد للبنات. لقينا هذه هي طلعت حاجة. دينا فكرتها فستان. طلعت فوطة مطبخ. والله بس هي فخمة على فكرة، لونها أكبر شوية حلوة صح؟
طلعت فوتت مطبخ. طلع هاي محلاها. نفس القصة الثانية. هاي فوقها. شايفة؟ حرام. يمكن هذا بستان طيب. لا نفسها. شوف هاي كمان. بتتفرج على الزدلات لرمضان. نفس الموديل. نفس الموديل اللي عندك؟ بس شكل مختلف صح؟ نفس الشيء. نفس الشكل؟ اخذنا هاي. نجيب لها فستان على لونهم. ماشيين بندور على مكان نفطر فيه لحد الان. المفروض اني طلعت اتسوق لنفسي، اشتريت اشياء للبيبي وطلعت. رايحين نشوف المطعم يا جماعه، شو النظام عندهم عشان ما نتورطش يعني على الفطور. هنا المطعم مسكر اللي ندور رايحين على مكان عليه. ثاني قاعدين. حاسين انه تايهين. لحد الان نطلع على المحلات انه الاقي طقم او اشي. واو اخيرا لقيت اجواء رمضان في الشارع. طولتنا لو قصفت الياسر نفسها. منيح المكان. ذكريات. يلا اكلنا قدام جنب الشباك هيك اسحب نفسي سجن شوية. نسمع. في بس المطعم هذا ذكرني في مطعم كنا نروح في تركيا. المطاعم اللي السوري. بيوسف باشا السورية. صح؟ كتير بيشبه المطعم هذا. المهم جبنا المنيو، ايش بدك؟ مش عارفة بدي اشوف. في تشيكن بيتزا. في تشيكن بيتزا. جد؟ في بيتزا فكرت بالخضار. معجنات انا. لا في كل شيء، عجنات وكل شيء. وبعد نطلب بيتزا وتشيكن بيتزا كمان. عادي توكل على الله. انا باخذ بيتزا كبير اها. وانت بتاخذ تشيكن بيتزا. مش عارفة، خلينا نقرر ونشوف المنيو كمان هيك بالتفصيل وبعدها بنرجع لكم. دينا حزينة، ما طلع فيش اشي في المنيو، ولا بيتزا ولا تشيكن بيتزا ولا حاجة، بس مشاوي. الظروف مش زي زمان يا دينا، برضه تنسيش يعني الدنيا مش زي قبل. كنت جايبة لي بيتزا أو تشيكن بيتزا. مش مشكلة، المرة الجاية بنجيبها إن شاء الله بعد رمضان، لأنه الظروف أنا جماعة. حاطة في راسي أصلا من الدار طالعة بدي آكل تشيكن بيتزا. إحنا منيح لقينا مطعم يعني نقعد نسأل، منيح لقينا مكان نقعد فيه أساساً. اوكي اضطرينا إنه نجيب مشاوي فهنفطر مشاوي اليوم. نشاور أنا وباسم ونجيب سلطات. باسم بده مايونيز وأنا بدي تركية. أنا بقول لهم نجيب نص شو اسمه بيكانتي كمان، صوص كاتشب ومايونيز بيعملوه يعني عندنا زاكي يعني مع المشاوي. إيش رأيك؟ نجيب طب نجيب تركية نص بحس المشاوي بدها سلطة تركية جنبها. نجيب نص تركية ونص مايونيز، ولا نجيب صحن خلاص؟ ايه؟ انت حر مش عارفة. مش قادرة اخذ قرار. المشكلة انه انا جعانة ونفسي يعني هيك املي الطاولة كلها سلطات وشوربات واكل من كل المنيو. لا نشوف لقيت خلاص نسأله شو وعندي بيقول لك بس اصلا. عندي المشكلة بقعد على كيف باكلش شوي اشي بس. بقول لك يمكن يكون فيش اساسا. بدنا المغرب من 10 دقايق جابوا لنا مية عشان اكل نفطر. تأخر لانه بس احنا اصلا جايين متأخر. بس انا مش هشرب مية، انا لو شربت مش هاكل. كل صار جاهز زي الخبز والسلطات. يا باسم الله جربت يلا عبطكم يا باسم سريع سريع. بصراحة واحد جاع. بدنا نفطر. الله يعطيك العافية. بدها تحلايا. خلصنا نفطر يا جماعة ان شاء الله. بدنا نطلع على الجيت ونروح نلف لفة في السوق. إذا لقينا حاجة نجيبها حنجيب، ما لقيناش حنروح ناكل وزا ونروح. تيجي زي ما رحت بيت ولا في السوق؟ لا لسه هنلف. في السوق يعني. في حاجة طلعت هان إنه اللبن أب اللي هو أو لبن رايب يا جماعة بنحكي عنه، بيعملوه هذا النظام اللي هو على الطريقة تاعت زمان بالكاسات. هيك كنا ما كنا نشتري على فكرة إحنا دينا وأنا صغير. زمان كنا من الدكان أو من السوبر ماركت من البقالة يعني، كنت أروح أجيب كاسة زي هيك، كنا نجيب كاسة. قاعدين بتقول روح حاسب عشان ما نقدرش نستنى تحت لأنه أحيانا بكون النت ضعيف. عشان يعني الوقفة محسوبة علي. المهم فخلصنا يا جماعة، حنتحرك إن شاء الله لقيتها. كنا على أساس نروح بس أقنعت باسم ياخدني ويطعميني بوزة. الحمد لله اقتنع. لقيت على الدار. كان نفسي إنه نكمل يومنا مع بعض برا. خلاص بس للأسف 95% من المحلات سكروا بدري اليوم. مش مكان. سكروا من قبل المغرب بنص ساعة. لسه العيد طوال.
طلع كيف المحلات أغلبها مسكرة. يعني زمان في رمضان كانت المحلات خلص يفطروا يضلهم ويضلهم فاتحين ل 12 للوحدة في الليل. فيش دينا، فيش ظروف فيش تغيرت. أجواء بالمرة. المحلات كلها مسكرة تقريبا. شلون تكون خلصت رحلتنا اليوم؟ ندور على مواصلة نروح قاعدين عشان ما نروحش مشي. شكلنا انت حنروح مشي. وحظك تلاقي توك توك، تلاقي كرة وحمار. شكلنا حنروح مشي والله دينا. انت وحظك. عاد ايش بتلاقي اهون من انك تروح المسافة هي كلها مشي. العافية. يا امي وصلنا البيت يا جماعة. أول ما دخلنا البيت بدنا نكمل الفيديو عشان ننهي الفيديو لأنه بصراحة يعني تعبنا. فبدنا نرتاح. كتير. يعني كل اللفلفة في السوق كوم والمروح كوم تاني. الحمد لله بس لقينا مواصلة، يعني مش زي ما تخيلنا، أبعد مما تخيلنا شوية، بس يعني منيح أحسن ما كنا نمشي مشي وانت دينا. بتلاقيش مواصلة من الباب للباب. لا فيش منه الكلام هذا. هذا كان زمان. لا لقيتها نص الطريق ممكن تلاقي له مواصلة، النص التاني بدك تمشي. المهم تسوقنا واحنا رايحين طبعا عارفين يعني الواحد ايش ما زال في مشي. سوالها ما لهاش علاقة في الولادة أصلا. بس ايش دينا قاعدة منه طالعين لازم نتسوق. ورجيك وش الأشياء اللي جبناها. ورجينا توكل على الله. وأخيرا لقيت فراولة. وأخيرا الحمد لله. صار لي زمان كتير جاي على بالي واليوم شفتها. طبعا هذه حالي شغلات، شفت كنز لما شفتها. هذه شغلات جماعة كنا مش رايحين نشتريها احنا اساسا، احنا بس رايحين نشوف اواعي يعني للبيبي لدينا حاجات مستلزمات يعني فاهمين للمستشفى بعد الولادة. فما لقيناش حاجة فجبنا اشياء للضيف وروحنا عادي يعني. هدول عصير اناناس وعصير جوافة اللي توحمت عليه. قلت لكم قبل هيك. وهذا شيبسيت وهذا الاشياء ما لهاش علاقة في موضوعنا. ايش هذا؟ مش عارفة صدق نسيت. وانا نسيت. تكات البوفية. جيبوا محلاهم. كان في كتير اشكال كان نفسي اخذهم كلهم. احنا على فكرة يعني امها جايبة لدينا بس احنا هذول الشغلات جايبينها يعني هيك يعني عادي فاهمين كيف؟ ملهاش لزوم. عشان لو طلعت ملهاش شعر نستر عليها في هدول. ايش هذا الخبز. هذا الخبز اللي زاد في المطعم. بعد ما فطرنا ضل خبز يعني قلنا ليش نتسحر فيه. ونتسحر فيه كمان. صح. جبت شبشب. هو ملوش لزوم يعني بس معلش. هو المفروض جبته من اول الشتاء. بس هي قالت لي بكره المولد لازم اكون متدفيه يعني وبتزمي، قلت لها خلص ما زال بتزمي. عندي بتزمي. شبشب جديد كمان. هي هاي ايش في كمان؟ هذا موز هذا للفراولة عشان نعمل سلطة فواكه. وهذا طقم ما بعد الولادة. هذا الطقم مش مقتنعة فيه تماما بس من كتر ما تعبت ما لقيناش حاجة يعني منيحة ففي الآخر دينا قالت خلاص. عنا في غزة بتشتريش الاشي اللي انت على ذوقك. تشتري الاشي اللي بتلاقيه قدامك الموجود. بس لا صدقيني غير يعجبك قدام. ان شاء الله يطلع حلو في اللبس. حيعجبك. هو بس اللي اختاره اصلا. حيعجبك منيحة دي. هاي بلوزته. حيعجبك. ان شاء الله. هذا ما بعد الولادة هالبس. وهاي بنطلون. فبس والله يا جماعة الخير نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. كان صراحة نفسنا نجيب اشياء يعني لدينا بيجامة حاجة اشياء يعني لازماها. لسه ناقصني اشياء. فما لقيناش ان شاء الله بروح انا ودينا هيك على رواق يعني نبقى هيك لحالنا. ان شاء الله الحق بالمولد. ان شاء الله. فبس بنشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. تنسوا تعملوا لايك هذا الفيديو. اشتركوا في القناة إذا مش مشتركين. بس نشوفكم الفيديو الجاي. سلام.